ازيكم عاملين ايه؟ طيب، سؤال بيجيلي كتير او بلاقيه بلاحظه كده. ليه مش بنعرف نكمل الدايت؟ ايه المشكلة اللي بتقابلنا ان انا معرفش اكمل نظام غذائي وانزل في الوزن او اعلى في الوزن او حسب الهدف بتاعي؟ اول حاجة ان انا دلوقتي قررت انا عايز اغير اللايف ستايل بتاعي، انا عايزة بكون شخص صحي وانزل في وزني او ازيد في الوزن لو انا حد رفيع قوي. فببتدي اخد القرار، فببتدي اخد اكشن عنيف جدا. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عايز دلوقتي اقل في الوزن، فبعمل ايه؟ طيب تعالى، الفيديوهات بتقول ايه او الترند بيقول ايه؟ اقطع كل حاجة، اقطع سكر، اقطع نشويات، قلل دهون، خد وجبة واحدة. كل دي حاجات ترند، صح؟ طيب، ابتدي اعمل كده من بكرة. انا هعمل كده، فاصحى الصبح ما اكلش لغاية الساعة 3 4، اكل وجبة واحدة واخش انام. اول يوم تمام، تاني يوم تمام، تالت يوم تمام، مع ضغط الشغل، مع ضغط الولاد، مع ضغط المجتمع مع ضغط حاجات كتير قوي، انا مش عارفة اكمل. ليه؟ انا داخله بدراعي بقوه، ان انا عندي دلوقتي حماسه، فدخلت 4 5 ايام وبقوم ايه؟ زو واقع، مش عارفه اكمل. فبعمل لنفسي لايف ستايل مش مناسب اصلا ليا. ليه تاخد وجبه واحده؟ ليه تقطع كل النشويات وكل السكريات؟ ما احنا لينا فاكهه، ما احنا لينا مكرونه، ما احنا لينا رز، ما احنا لينا ناخد حاجات، لينا نعمل جدول ونظام غذائي محترم ليك بحسب وقتك وبحسب ظروفك وبحسب حاجات كتير قوي زي ما قلت لكم قبل كده بتتحسب. فاجي بعد 4 5 ايام انا مش قادرة اكمل، او انا ابتديت النظام الغذائي وايه؟ لا، ما لقيتش النتيجة. انا كان المفروض في شهر اخس 15 كيلو. انت كام وزنك؟ انتي بنت ولا ولد؟ انتي هرموناتك متظبطة ولا عندك نقص في حديد وفيتامين دي ومشاكل كتير؟ انت بتعمل نشاط ولا قاعد في البيت؟ انت مساعد نفسك ولا لا؟ انت مقلل الاكل قوي ولا انت بتاكل كويس؟ ولا انت عامل عجز سعرات؟ ولا انت بتعمل ايه؟ ليه انت حاطط لنفسك رقم لو ما خسيتوش في الوقت ده انت ما بتكملش؟ مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها انه انا بهدلت جسمي سنين طويلة. وخلينا نقول الحقيقة، احنا بهدلنا كلنا اجسامنا في اوقات مختلفة. قللنا يعني قللنا الاكل او كلنا كتير او كلنا جانك فود او اي حاجة اللي احنا عملناه. فلازم عشان اساعد جسمي ان هو يرجع تاني للحاجة بتاعته الكويسة، ان انا اديله وقت اصلح المشاكل اللي انا عملتها. لو انا عندي مشكلة، انا طبعا بتكلم في كيسز كتير، يعني انا يعني في كيسز كتير بلاقيها قدامي، الناس عندها مشاكل في حاجات كتير قوي، فده هيقلل لنا النزول. فانا بعالج المشكلة اللي عندنا، نقص الحاجات اللي عندنا، بلس ان احنا بنعمل نظام غذائي، بلس ان انا محتاجة اتحرك فبنعمل شوية حاجات مع بعض عشان نوصل للهدف. فما تجيليش في شهر تقولي انا عايزة اخس 15 كيلو. يعني نجيبها منين؟ اصل انت مش مكنة، اول لما انا هدوس عليها هنقوم منزلينك 10 15 كيلو. او انا عايز رقم الميزان ينزل، بس في نفس الوقت ينزل بصورة كبيرة، بس في نفس الوقت احافظ على عضلاتي وصحتي تبقى كويسة. مش هتنفع. احنا الصح، الصح ان احنا بنحافظ على الماسلز، العضلات بتاعتي. عضلاتي مهمة جدا عشان الشيب بتاعي وعشان الحرق بتاعي. وبنزل الدهون. دي مش سهلة دي مش سهلة، يعني ان احنا نوصل لده، دي مش اسهل حاجة. ليه مش اسهل حاجة؟ عشان محتاج اكل معين، محتاج ان انت تاكل كويس بنسب معينة، بسعرات معينة، بنسب بروتين معينة ونشويات معينة ودهون صحية معينة، وناخد الفيتامين. فيبتدي احافظ على العضلات بتاعتك وننزل الدهون. فانت بعد شهر المفروض اللي يحصل تلاقي في اختلاف في شكلك، في اختلاف في الدهون بتاعتك، في اللبس بتاعك، المقاسات بتاعتنا، كل الحاجات دي بتقول الى ان انت ماشي صح. طب رقم الميزان اخر همنا اخر همنا ان انت بقيت 85. يعني كنت مثلا اي تسعينات بقيت اخر همي. المهم نزول الدهون عامل ازاي، ان انت بتشرب مية، ان انت بتاكل كويس، انت بتاخد الفيتامين بتاعك، ان انت ماشي صح، فيبقى النزول بتاعي كويس. طيب انا رقم الميزان وقف، يقف.
يقف، مش مشكلة ادام احنا ماشيين كويس. هيجي في وقت ويقف الجسم هنج مننا. انت ما بتنامش كويس، انت الكورتيزول عندك عالي، عندك ضغط عصبي الوقت ده مشدود طول الوقت. ايا البنات عندنا هرمونز كتير بتتلخبط خلال الشهر، ففي حاجات هتوقف لنا المشاكل دي. التحاليل بقى تبين لنا عندي مشكلة مثلا في الغدة شوية فابتدي اعالج، عندي مشكلة في الحديد، اكتشفت انه في مشكلة في فيتامين دي ما كنتش عارفها انا عندي نقص فيه. عندنا شوية حاجات بتبطئ نزول الميزان او نزول الدهون او نزول اي حاجة، قول نزول اي حاجة. اذا انت مش مكنة، ما تيأس، ادام حطيت نظام غذائي، ادام فاهم انت بتعمل ايه، ادام مدرك انت ماشي ازاي، هتوصل. خلاص، هو انا هفضل طول حياتي في دايت؟ ايوه. ايوه. يعني انا وصلت للمثالي بتاعي، خلاص انا وصلت لرقم كويس. لو انا رجعت اكل كميات كبيرة ورجعت طول النهار اكل جانك فود ومش هتخن. فلازم اعمل ايه؟ ابالانسد، بلعب رياضة، بشوف كام يوم بلعب ايه الويتس اللي بشيلها، انا بتارجت ايه اللي عندي زيادة، ايه اللي عندي ناقص بالإين بادي، بشوف إيه المشاكل اللي عندي وبدوتي على اساسها احط دايت بلان. وبعدها باسبوعين اشوف دايت بلان ايه الاخبار، لو بنزل كويس او ميزاني حلو او الدهون بتنزل او انا شكلي كويس او خلاص يبقى انا ماشي صح. فاهم؟ زدت شوية اقوم راجع تاني. ليه؟ لان احنا بني ادمين يا جماعة، احنا بني ادمين، في وقت هبقى عايز اكل، في وقت جعان اكتر، في وقت ما حسبتهاش قوي. ايا كان اللي انت بتعمله انت بني ادم. ادوا لنفسكم فرصة يا جماعة، ادوا لنفسكم فرصة. يعني نشكر ربنا انا في ناس يعني بلا ريق شوية. هم عارفين ان الوزن عالي وانه قعد وقت طويل، فهم عارفين ان انا فرنج سنة انا هنزل. خلاص هو جايلي فاهم، هو دماغه فاهم. وفي ناس مش فاهمة، هي عايزة بهدلنا قد كده وعايزين نيجي في شهرين 3 انا انزل واوصل للمثال، وانا قاعد في بيتي ما بعملش اي حركة، مزود في الاكل بتاعي يا جماعة ما هو يعني نفهم الدنيا ماشية ازاي. الموضوع مش زي ما بقول، مش مكنة بدوس على زرار انا غيرت اللايف ستايل بتاعي فلازم انزل انا دوست. لا، في حاجات كتير، في قلب وفي كبد وفي رئة وفي حاجات كتير بتستخدم حاجات كتير، فانا لازم اخد واحدة واحدة الدايت والنظام الغذائي مع جسمي بتفاهم كده، بنام كويس، بنظبط كل الامور، بنفهم ايه اللي بندخله ايه اللي بنطلعه، الجسم الفترة دي عامل ازاي، انت محتاج ناخد وجبة فري دلوقتي، محتاجين نهز الجسم شوية فنرجع دنيا. خلاص، فما تستعجلوش الامور. لو قررت في وقت انك تبتدي دايت وبتمشي بنظام غذائي محترم، عارف انت بتدخل ايه وبتطلع ايه، اصبر عليه عشان توصل للهدف بتاعك صح. شهر، 2، 3، كل واحد مختلف عن التاني. اللي بيجيلي 150 وبيجيلي ناس غير اللي بيجيلي 130 غير اللي بيجيلي 90، البنت غير الولد، الصغير غير الكبير، عالم عالم وكل واحد مختلف عن التاني. فما تقولش انا فتحت فيديو قالوا لي كل وجبتين وصوم 16 ساعة وانا ما خسيتش، يبقى ده مش نظامك. بسيطة جدا، بسيطة جدا، صح؟ طيب انا كنت باكل طول النهار وفجأة رحت كلت وجبة واحدة، مش صح. مش هتكمل ومش هتوصل وهتزهق هتاخد فكرة غلط عن الدايت. الدايت هايل صدقوني، وهي مسألة تعود. وينفع كل ساعتين اكل حاجة واخس، وينفع ما اصومش كل 16 ساعة ولا 18 ساعة واخس، وينفع حاجات كتير، او ينفع ما اخدش الزبادي اللي بالليمون يعني يا جماعة ما تحطوش كده شكل معين وتقولوا لازم اوصل بالشكل ده. لا، مش لازم، مش لازم. كل واحد صدقوني مختلف عن التاني، اللي بيخس بالطريقة دي غير اللي بيخس بالطريقة دي غير. وادوا لنفسكم فرصة الجسم يفهم انت بتتعامل معاه ازاي. خلاص، لو عندكم اي سؤال اكتبولي او ابعتولي. ولو عايز متابعة، انا عاملة باكجز يعني لكل الناس، والفرد فردين 3 لو انتوا فاميلي او حاجة. عندي متابعين كتير من برا مصر، الكويت وكندا واستراليا وامريكا واسبانيا، الناس بتوع اسبانيا. آه،
الدنيا مختلفة و والموضوع كويس، وعايز تعاون، وعايز ان انت تصبر على نفسك، وعايز ان انت ممكن بعد شوية تاخد حاجة نفسك فيها وترجع تاني. الموضوع مرن عن اللي انت متخيله. اطمن كمان انه جسمك مفهوش نقص فيتامين او نقص حاجة معينة هي اللي موقفة نزولك. مش لازم تنزل بسرعة، مش لازم تنزل بسرعة. لو ما بتنزلش ابتدي اتحرك ان انت تعمل حاجة تانية مختلفة. يعني يا جماعة الدنيا كبيرة قوي وواسعة قوي، فما تقوليش، بس روح لحد متخصص. خلاص انا مش بعمل دعاية لنفسي، انا عايزة بس افهمك ان انت ما تيأس. فلو انت مش بتنزل، جرب تاني، جرب طريقة دي، جرب طريقة ألف ب ج د. يعني في حاجات كتير قوي ينفع نعملها فنخس دهون. خلاص تخس دهون، ودي الأهم. اوعى تخس عضلات، اوعى تروح لحد، دي طبعا مشكلة تانية كبيرة، يقوم مقللك قوي في الكميات وشايلك حاجات كتير انت جسمك محتاجة فتخس عضلات. فانتوا بتقولي بعد كده بنقعد نعالج المشكلة دي ونعيدها تاني، صح؟ نقص حاجات نتيجة سوء التغذية او نتيجة عامل وراثي، او بنقعد نعالجها عشان تخس. فاهم؟ ف يعني حافظوا على نفسكم وجسمنا امانة. متقعدش تصرف على الادوية، اصرف على صحتك. اصرف على صحتك وان انت تبقى كويس، ولا تقعد تصرف على ادوية كوليسترول ودهون ومش عارفة وضغط وسكر ولا حقن. ولا حقن. الناس بتسيب الحقن وبيرجعوا تاني عشان هما ما تعلموش ياكلوا ازاي. صدقوني صدقوني الناس بتجيلي كده عاملين عمليات وبيجولي عشان نعيد تاني ناكل ازاي. صدقوني. وبلونا وخدنا مش عارفة الايه الحباية السحرية صدقوني بيرجعوا تاني. ليه؟ انا عايش حياتي ما فهمتش اعمل ايه، فاول لما بسيب الحاجة اللي خسستني برجع ازيدها تاني. فانت من الاول امشي كويس، لو احتجت بوش في حاجة هنتفق فيها مع بعض او تتفق فيها مع الشخص اللي انت عايزه يتعب. ميرسي ليكوا خالص.